تخيل معايا، فقتي الصباح لقيتي 100 درهم اللي في جيبك ولات كتجيب ليك غير خبزه وكاس ديال اتاي. واش هاد السيناريو المرعب ممكن يوقع في المغرب؟ بزاف ديال الناس كيسولوا، واش بصح تعويم الدرهم هو السبب في الموجه ديال الغلاء اللي كنعيشوها؟ واش العمله ديالنا غاديه في طريق الانهيار كيف وقع في دول اخرى؟ ولا كاين شي حاجه اخرى مخبيه مورا هاد المصطلحات الكبيره؟ اجي تفهم الحقيقه ومعطيات واقعيه من قلب الواقع المغربي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد أمين، وهذه قناة ترند فلوس دايركت. ملي كنهضروا على تعويم الدرهم خاصنا نحيدوا الخوف ونفهموا باللي هذا القرار ماشي مغامرة، ولكن هو عملية جراحية للاقتصاد. في السابق كان الدرهم المغربي محمي باكد، يعني قيمته مثبتة بسلة عملات كتشكل فيها الأورو 60% والدولار 40%. هذا النظام كان كيخلي الدرهم محمي، ولكن ملي بدات التقلبات العالمية كان لازم نتحركوا. داكشي علاش في 2018 وسعنا نطاق تحرك الدرهم ل 2.5%، وفي 2020 وصل لهذا النطاق ل 5% زائد أو ناقص. يعني الدرهم ولا عنده شوية ديال الحرية باش يتحرك بلا ما تدخل الدولة بالفلوس باش تثبتو. بزاف غادي يقولوا ليا ويا خويا حنا اش كيهمنا هادشي، المهم هو الخضرة غالية والمازوت شاعل. وهنا فين كاين الربط. والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري كان صريح في بزاف ديال اللقاءات الصحفية، وقال بالحرف باللي التعويم ماشي هو اللي كيدير التضخم، ولكن التوقيت ديالو جمع أزمات عالمية. التضخم في المغرب وصل في 2023 لمستوى خيالي ديال 6.6%، وهذه نسبة ما شفناهاش من التسعينات. ولكن بفضل السياسة النقدية الحذرة هبطات هذه النسبة في 2024 لجهة 2.2%. وهذا الشيء كيبين باللي بنك المغرب شاد الفران مزيان باش ما تخرجش الأمور عن السيطرة. المشكل الحقيقي هو أن المغرب كيستورد الطاقة والمواد الأولية بالدولار. ملي كيكون الدرهم مرن، أي هزة في العالم كتأثر مباشرة على جيبك. ولكن واش المغرب غيولي بحال مصر ولا لبنان؟ الجواب الصريح هو لا. علاش؟ حيث الجواهري أكد في مرات كثيرة أن المغرب ما غاديش يمر للتعويم الكلي إلا إذا كانت المقاولات المغربية واجدة والاقتصاد قادر يسمد. زيد عليها أن بنك المغرب عنده احتياطي ذهب وعملة صعبة كيوصل ل 360 مليار درهم، يعني عندنا كوسان ديال الأمان كيغطي أكثر من 5 شهور ونصف ديال الاستيراد. المستقبل كيبين باللي المغرب باغي يرجع الدرهم عملة قوية دوليا، وهذا الشيء غيتحقق بزيادة الصادرات. ملي كنصنعوا السيارات والطائرات وكنصدروا الفوسفات كنطلعوا الضلب على العملة ديالنا. الخطة هي أننا ننتقلوا من تعويم محكوم لتعويم أكثر مرونة ملي تولي الظروف مناسبة، باش العملة ديالنا تمثل القوة الحقيقية ديال الإنتاج ديالنا وماشي غير ثمن مفروض من البنك. في الختام، التعويم هو مرحلة ضرورية باش يولي عندنا اقتصاد عصري. والي بنك المغرب كيقول ديما باللي الاستقرار الماكرو اقتصادي هو الأولوية، يعني يجيب المواطن وصورة المغرب في العالم. صحيح الثمن قاصح شوية في الأول، ولكن الأمان المالي هو اللي كيخلينا نعسو هانيين باللي فلوسنا ما غاديش تنهار في دقة واحدة. شاركونا في التعليقات، واش كتحسوا باللي هاد الأرقام كتعكس الواقع اللي كتشوفوه في السوق؟ وما تنساش تدعم القناة بجام وبارتاج باش المعلومة توصل لكل شيء بطريقة صحيحة وبسيطة. نتلقاو في الفيديو الجاي، وفي أمان الله.